خلاص كده رسميا ميعاد الإعلان عن نتيجة تالتة إعدادي الترم التاني. إحنا بنتابع الأخبار أول بأول لكل المحافظات، ودي أول محافظة تعلن رسميا عن ميعاد النتيجة، وإن هما الحمد لله الدنيا زي الفل وخلصوا تصحيح الورق خلاص، وجالوا النتيجة هتنزل إمتى بالتحديد، بس واقف على تفصيلة صغيرة. الكلام ده يخص محافظة القاهرة بس. الخبر ده نازل للناس اللي من محافظة القاهرة، لكن لو انت من محافظة تاني وأول مرة تشوفني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان نتابع مع بعض الأخبار أول بأول. الخبر ده لسه نازل دلوقتي، أنا بتابع كل المحافظات، تمام؟ فلو انت أول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وما تنساش تعمل لايك للفيديو، واكتب لي في التعليقات تم لو انت من محافظة المنيا عشان ادخلك لجروب الواتس. لو انت ما تعرفنيش فانا من المنيا وعمل لكم جروب كده عشان نشوف الدنيا هتمشي ازاي. وتعالوا مع بعض كده نشوف الخبر. بتوع محافظة القاهرة يكملوا معايا الفيديو للآخر لأن الكلام ده يهمهم هم. تمام؟ بص، تستعد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، تمام؟ اللي هي الصف السادس الإعدادي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح، خلصوا، تمام؟ ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة الأسبوع القادم بعد اعتمادها من مين؟ من الدكتور إبراهيم صابر، ده تقريبا محافظ القاهرة، تمام؟ والكلام ده كله ملوش أي لازمة. إزاي تجيب النتيجة؟ هتجيبها من على النت طبعا، تمام؟ الكلام ده ملوش لازمة، بس المقصد هنا بيقول لك إيه؟ إن مديرية التربية والتعليم في القاهرة خلصوا تصحيح، تمام؟ مستنيين بس ايه؟ الاعتماد من المحافظ اللي هو الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهره. الخبر ده لسه نازل حالا دلوقتي. خلاصه الخبر بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان محافظه القاهره خلصوا تصحيح. التصحيح خلص في محافظه القاهره، يعني مش فاضل غير ايه؟ اعمال اللي هي ايه؟ تجميع ورصد الدرجات ومراجعتها، والكلام ده ما بياخدش يومين اصلا، تمام؟ ما اعتبره اتعمل اصلا، هما قالوا خلصنا تصحيح، فاضل بس ايه؟ فاضل الاعتماد من المحافظ، بمعنى ان الاعتماد من المحافظ بتكون ايه؟ بتكون عباره عن ورقه صغيره قد كده، ورقه واحده مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها مثلا تم الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد درجات الشهاده الاعداديه وكذا وكذا. اول ما غير يعمل ايه؟ يبص على الورقه بس، يمضي عليها كانه اللي هو اعتمادها، يعني يمضي عليها. بعدها بساعتين او ثلاثه تلاقي النتيجه ظهرت، تمام؟ هو ده موضوع الاعتماد. تفكروه يعتمدها هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه. الاعتماد ان هو يمضي عليها ويبص فيها، مش هيبص في النتيجه بتاعتك يعني، لا هم مش هيبصوا في النتيجه بتاع الطلاب، فاهم انت؟ هي عباره عن ورقه فيها ان احنا خلصنا تصحيح ورصد درجات وكل حاجه زي الفل. مش فاضل من غير من الدكتور ان هو يعمل ايه؟ يطلع القلم بتاعه في ساعتها يمضي تظهر. هي دي التكايه اللي فاضله، التفصيليه الصغيره اللي فاضله، يعني نتيجتك واقفه على حته امضاء مش هتاخد دقيقه، تمام؟ فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ انا كنت في الجيش وعارف الحاجات دي، يعني الحاجات دي بتكون ورقه بتدخل بيمضيها تبقى خلاص كل حاجه خلصت. يعني انتظر الاسبوع الجاي ان شاء الله، بس يعني مش الحد، قصدي مش السبت، اعتقد انها مش هتكون السبت، هي هتبدا من يوم الاحد. هي الاسبوع الجاي ابدا من يوم الاحد لحد يوم الخميس، هتظهر بقى في النص. انا شايف ان هي ممكن تظهر لها ايه؟ الاثنين، الثلاث، الاربع، في الثلاث ايام دول، تمام؟ كده الفيديو خلص، واستنوا النتيجه ان شاء الله. واكيد طبعا لما تظهر النتيجه هعرفكم وهنزل اللينك اللي هتجيب من عليه النتيجه براحتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.